اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. انتم معنا كالعاده من الطريق، نحن متوجهين الى مكان رائع من اجل اصدقاء رائعين. اذا فنقول لكم الاعزاء التبونيين، فابن مانديلا يعني يمارس السذاجه ديالو باش يبين للجزائريين انه راه مقلق حيت ما فازوش الجزائريين، ولكن لا ماشي هكاك. هو دابا ربما هناك اطماع اخرى، لو كان مثلا فازوا الجزائريين ربما يعني عنده واحد النصيب واحد اخر غادي يضاعف، حيت حتى الفلوس راه داكشي كامل، داكشي اللي كتشوفوا شوف راه بالنسبه للجزائر داكشي اللي كيدعمها ولا اللي كيتحالف معاها راه شاد الفلوس، حيت علاش راه غلطه وخارجه الطريق، راه باينه. يعني الحوايج اللي عاديين ويعني وتافهين وبانال هكا، لان القضيه اللي كيدافعوا عليها هي قضيه فاشله منهم البوليخاريو، قضيه فاشله 100%. اذا فكاع اللي كيساندوا الجزائر في القرارات ديالها دائما راهم واكلين الفلوس، راهم جامعين الصرف من الجزائر. اذا مشاهدينا الكرام، كما قلت يعني راه حفيد مانديلا كيحاول في ديك الصوره اللي ربما غتشوفوها هنايا، في ديك الصوره يعني انه راه غضبان، راه ما عجبوش الحال، كيحاول يبين للجزائريين انه راه معاهم يعني في كل مصيبه، وعطاو يعني حتى الحجم اللي عطاو، الصوره اللي عطاو على داك الشام، هذاك الدل ماشي الشام، هذاك الدل فكبير بزاف. يعني الاستثمار هذا يسمى استثمار سياسي في المسائل يعني المجتمعيه، خاصه الرياضه اللي كتقيس واحد الشريحه كبيره ديال الشباب، لان يعني اللي كيدير الحراك هو الشباب، اللي كيخدم هو الشباب، اللي كيسول على الخدمه هو الشباب. اذا فيعني يتم الهاؤه بالكره، وكيعطيو يعني كيحاولوا انهم يسوقوا يعني الاعلام ديالهم، يسوقوا على مجموعه ديال الاشياء، وهي الكره لا شيء. شوفوا غير المغرب، شوفوا غير الاخبار ديال المغرب غادي يبان لكم البلان. المغرب دائما في الخرجات ديالو في الاخبار ديالو راه كيدير واحد يعني كيدير مجموعه ديال يعني الاخبار اللي كيعطي مثلا في المسائيه او في الظاهره، او وكيعطي شنو المستجدات اللي داروا، شنو يعني الحوايج اللي داروا منهم، يعني المبادره اللي كتقوم بها مؤسسه محمد الخامس للتضامن، اللي كانت بامر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله رغم يعني الكائدين. اذا فيعني وكاين هناك تساقطات ثلجيه، مطاريه، السياحه، يعني الى غير ذلك، فيعني يكون اخبار يعني متنوعه في الاخبار المغربيه. ثم يعني كتكون واحد الفتره ديال واحد ربع ساعه او ثلث ساعه كيكون فيه داك التحليل يعني الرياضي، كيبقاو يعني يحلوا الى غير ذلك. اذا كيعطيو الاخبار ديال الكره المحليه والدوليه، المغربيه والدوليه. اما بالنسبه للعصابه ما عندهم حتى حاجه، راه ما كيدش عندهم، ما عندهم معامل، ما عندهم شركات، ما عندهم اتفاقيه شراكه، ما عندهم حتى حاجه. يعني هادشي اللي عطا الله، ما كيلقاو ما كيدوزوا غير الكره، الصباح الكره، العشيه الكره، يعني الحصه ديالهم كامله ديال الاخبار كيدوزوها غير على الكره وعلى وعلى البوليزاريو. عندهم جوج ديال الحوايج، عندهم الكره وعندهم البوليزاريو، صافي. هادو هما جوج ديال القضايا اللي عندهم، اللي كيدافعوا عليهم، اللي حاطين فيهم وكيستمروا فيهم وكيعطاو فيهم الى غير ذلك. اما ما عندهمش شي حاجه من غير البوليزاريو والكره. اذا اما المغرب الحمد لله يعني كنفتخروا اننا مغاربه، فالمغرب ما عمرو قدم الجزائر مثلا بشي صوره خايبه، يبقى يسوق لواحد مثلا القبائل، او يسوق مثلا للصراع اللي كاين بيناتكم، ويعني اللي كاين بين العصابه والحراكيين والحركيين والكرغوليين وهادو. فما كيجبدش هذا الشيء كاع، ما مسوقش ليكم، اقسم بالله المغربي ما مسوق لوليكم. لا هو باش مزيان المغرب، اقسم بالله كنفتخروا، زعما انا كنفتخر انني مغربي،
امازيغي مغربي، هكا امازيغي مغربي كنفتخروا اقسم بالله. الى بالنسبه للناس اللي كيسيروا عندنا البلاد الى توب، يعني برافو عليهم، يعني داكشي عندهم ناضي خاصه في الاعلام. شوفوا المسائل ديال غلاء الاسعار، كيشوفوا هذه، كيشوفوا يعني المسائل التي تنجز يوميا يعني بشكل مستمر، كتم المواكبه، حرس الطقس الى غير ذلك. اما الجزائر ما عندهم الا في الاخبار ديالهم الا الكره والبوليزاريو، الكره البوليزاريو، البوليزاريو الكره، الكره البوليزاريو والمغرب، المغرب الصباح العشيه. عرفتي لو كان كنتو كتسبحوا بالمغرب وراه غتكونوا دخلتوا الجنه، يعني غتوصلوا للجنه ديال يعني الفردوس، جنه الفردوس الاعلى غادي توصلوها، فهمتوا؟ لكن للاسف نتوما كتسبحوا بالمروك، المغرب، المغرب، ويا غادي يلاه. المهم تلاحوا اللي يربحكم، والله ما تربحوا. عاشت المملكه المغربيه الشريفه، وعاش الشعب القبائلي الحر المستقل، وانا معه. سوف ادافع شخصيا واقدم كل ما في وسعي من اجل قضية القبائل، من أجل استقلال منطقة القبائل، من أجل يعني. ونشكر السيد الرئيس فرحات مهني على الخرجة ديالو اللي دار على إيفانت كات أو إسرائيل فانت كات. إذا كنحيي من هذا المنظر وكنقول لكم تهلاو.